طبعا هنقول الاسعار تاني، هنقول الاسعار تاني وهنقول العروض تاني اللي لسه ما شافش الفيديو. يا جماعه معانا العروض اهي. لا مش بتاخد سوا. بتاخد معاكي سوا قد ايه؟ يعني حلو كده. بقى النهارده نتاكد كده ان السلع فعلا اللي احنا قلنا عليها، الزيت ب 35 جنيه والسكر ب 25 جنيه والرز ب 20 جنيه، ده حقيقه ولا لا؟ والناس اللي مش مصدقه نفسيها وكل حاجه تقول كذب كذب، روحوا شوفوا بنفسكم وبعد كده احكموا. يلا اتفرجي الفيديو ده للاخر، لان انا النهارده هقول لك كل حاجه وهجاوبك على كل الاسئله اللي انتوا سالتوها في الكومنتات، وكمان هقول لك هل فعلا وطنيه ليها فروع تانية في جميع المحافظات ولا لا، وهسيب لك العنوان في اخر الفيديو وكل حاجه بالتفصيل. لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا بسرعه على الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده السبت وحبيت ان انا اجي النهارده تاني وطنيه علشان نشوف فعلا الحاجات مظبوطه يا جماعه ولا لا، والاسعار موجوده ولا لا. فتعالوا النهارده كده اتفرجوا الفيديو يا جماعه للاخر علشان تعرفوا اي سؤال انتوا عايزينه هتلاقوه ان شاء الله جوه الفيديو. بعد ما تتفرجوا على الفيديو اسالي السؤال اللي انتوا عايزينه، عشان اللي بيدخل الفيديو وما بيكملهوش وبيرجع يسالني. يا جماعه انا يعني على قد ما بقدر يعني بوفر لكم كل الاسئله، فبلاش نخش كده عن طريق عنوان الفيديو ونسيب الفيديو وما نتفرجش عليه. اتفرجي على الفيديو للاخر وانت هتستفيدي ان شاء الله. طبعا شايفين كده اللحمه اهيت والناس ما شاء الله اهيت ما شاء الله والحاجه موجوده، وهنشوف برضو السلع مع بعض. وفعلا السكر ب 25 والزيت ب 35 وكمان المكرونه ب 6 جنيه والرز ب 20 جنيه. النهارده هنشوف الكلام ده مظبوط ولا لا، وهنشتري حاجه وهنشوف الدنيا فيها ايه. ما تنسيش اللايك يا جماعه، اللايك بيرفع الفيديو بيخلي الناس كتير جدا يستفيد بالاسعار دي علشان نفيد غيرنا. يلا اللايك والشير بسرعه يا جماعه، يلا بينا يلا بينا. طبعا هنقول الاسعار تاني، هنقول الاسعار تاني وهنقول العروض تاني اللي لسه ما شافش الفيديو. يا جماعه معانا العروض اهي يا جماعه. في السكر ب 25، ازازه الزيت ب 35 اهو، وكمان معانا نص لحمه ونص سجق وكيس رز وكيس سكر وكيس مكرونه. ده ب 260. طب يا حبيبتي ب 260. العرض اهو يا جماعه اهو معانا اهو زي ما احنا شايفين. تعالوا بقى كده نقول الاسعار تاني ونشوف الاسعار. بصوا يا جماعه، بصوا اهوت اللحمه الكندوز ب 265، كبده كندوز ب 265، مفروم ب 240، وش فخده ب 290، موزه ب 275، عرق تربيان ب 300، بفتيك ب 300، ستيك ب 300، عرق فلوتو ب 320. وبالنسبه للضاني الرقبه الضاني ب 275 والريش ب 275 والفخده ب 295، كتف الضاني والكتف الضاني ب 285 والكبده ب 280 واللي ب 125 يا جماعه. كمان معانا مصنعات اللحوم، سجق ب 230 وحواوشي ب 240 وكمان الممبار، والممبار موجود اهو وريه لكم دلوقتي ب 130 جنيه يا جماعه. تمام كده تمام كده. قولي لي يا حاجه، انت خدتي من اللحمه دي قبل كده؟ ايه رايك فيها؟ عسل. طب تاخد معاكي سوا؟ اللحمه دي 10 10. ما احنا بنسال الناس بس عشان الناس تتاكد بس. وعاجبه الناس كلها. لا مش بتاخد سوا. بتاخد معاكي سوا قد ايه؟ يعني بتاع نص ساعه او ساعه الا ربع. نص ساعه من ساعه الا ربع. تمام تمام. تسلمي يا حبيبتي. على السكر ب 25 جنيه والزيت ب 35 والرز ب 20 والمكرونه ب 6 جنيه. وكمان معانا نص لحمه ونص سجق وكيس رز وكيس سكر وكيس مكرونه ب 260. تمام تمام زي ما سمعنا كده يا جماعه. الناس بتاخد اللي انت طيبه يا حاج. تمام كده تمام كده. تعالوا بقى كده هناخد من السلعه كده ونشوف الدنيا فيها ايه. يلا بينا. اهي اللحمه اهي
يا جماعه. وعلى فكره دي اللحمه الضاني، دي كده لحمه ضاني يا جماعه اهي. اهي بسم الله ما شاء الله، هي الريش اهي، دي الريش ودي اللحمه الضاني اهي. اهي دي كلها كده لحمه ضاني، ده كده لحم ضاني كله، ده كده لحم ضاني اهو. الكندوز اهو يا جماعه اهو. ما هو برضو بصوا بقى اهو اهو ما شاء الله اهو ما شاء الله. صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي. اهو 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 حلو اهو. صلى على النبي. تسلمي ده المنبر يا جماعه اهو، ده المنبر اهو. ان الوطنيه هنا ليها فروع، ده حقيقي، لان الناس طبعا بتطلب الارقام من الدقهليه بقى من جميع المحافظات واسكندريه ومن جميع المحافظات، فانا بديهم الرقم اللي موجود على الواتس ده. في فروع نفس المكان هنا، نص موزه. فروع بس في الجيزه. يعني مفيش في اسكندريه وفي الحته دي. محافظات لا، في الجيزه بس. في الجيزه بس، يعني احنا معانا اللي هو في الجيزه فقط. تمام تمام. بس هيبقى فيه ان شاء الله في المحافظات بتاعتنا. ان شاء الله باذن الله. تمام. طيب قول ليه بس من السلع كده عشان ناكد للناس ان السلع موجوده، وان السلع بالاسعار اللي احنا خدنا اللي احنا موجوده عندنا الاسعار دي. 7 طن رز و7 طن سكر للشعب المصري. تمام. 7 طن زيت ب 35 الزيت. طب والعرض حد يبيع بالاسعار دي؟ الرز بكام؟ والرز ب 20 جنيه واحد، حد يبيع بالاسعار دي؟ والاسعار دي لحد امتى؟ عندنا بس وطنيه وفري. والاسعار دي معانا لحد امتى؟ على طول ان شاء الله. الاسعار دي ان موجوده شاء الله تنزل. ان شاء الله لحد نفاذ الكميه 7 طن من كل حاجه. يعني مش لحد يوم 7 بس؟ لا لا ان شاء الله لحد نفاذ الكميه. لحد نفاذ الكميه. ادينا طيب كده من الزيت والحاجات دي كده. ورينا الرز كده بس. انت خدت من اللحمه دي قبل كده؟ واللحمه ايه اخبارها معاك؟ كويسه، سواها كويس وكده؟ بتاخد سنة وقت بس. لما تستوي بتبقى جميله ما شاء الله. طلع الترابيزه بره. هنشوف دلوقتي كمان يا جماعه مع بعض السلع زي ما احنا سمعنا كده يا جماعه، علشان الناس اللي بتكلمني من المحافظات. المقر موجود في اخر فيصل يا جماعه، وطنيه اللي في اخر فيصل. انا عن نفسي مجربه وطنيه اللي في اخر فيصل. تمام كده. اي وطنيه تاني بصراحه انا ما ببقاش ضمناها. تمام كده. طيب في عندنا في الجيزه زي ما قالوا المره اللي فاتت، عندنا في الجيزه في عند السوبر جيت، في برضو فرع هم بيقولوا زي اللي هنا بالظبط. تمام كده. اي محافظه تاني مش هتكون موجوده يا جماعه، زي ما انا اكدت لكم الموضوع كده. طيب انا في اخر فيصل يا جماعه، واي استفسار على العنوان اكتبوا لي في الكومنتات وانا هقول لكم على طول. تمام كده. تمام كده. عايزين برضو تاخدوا رقم التليفون مفيش مشكله، برضو اللي عايز يتواصل ويسال برضو على اي فرع. تمام كده. هنشوف دلوقتي مع بعض السلع اهي ما شاء الله بينزلوها اهي. الرز اهو. الرز ده كيلو 900. الرز 900 والسكر الرز 900 والسكر 900 والزيت عندنا قد ايه؟ 700. الزيت 700. طيب والمكرونه؟ المكرونه وزنها قد ايه؟ خطير 280 ولا خطيره يا جماعه اهي. هي دي اللي عليها العرض اهي، مكرونه خطيره. اللي عموما مكرونه خطيره بتبقى 280 اهي، خطيره يا جماعه. تمام كده اهي. ماشي يا جماعه. دي ب 6 جنيه يا جماعه، دي ب 6 جنيه. والرز والسكر زي ما انتوا سالتوني، السكر وزنه 900 جرام والرز وزنه 900 جرام يا جماعه. هيا يا جماعه. طب لو عايز بتاع ده، دي اللحمه ضاني اهيت، دي ريش اهي. تمام كده. الزيت اهو كمان اهو يا جماعه. الزيت اهو تبع تحيا مصر 700 جرام الازازه اهو. هنطلعه دلوقتي برضو مع بعض ونشوف.
الزيت اهو طلعناه. عندك الزيت والسكر ده مكتوب عليه 800 كمان اهو يا جماعه. بصوا مكتوب عليه 800. والمكرونه اهو يا جماعه 6 جنيه والسكر 5 اهو يا جماعه. دي الكندوزه. دي الكندوز. اهي يا جماعه دي اللحمه الكندوز. دلوقتي الناس بتقول ان اللحمه دي مستورده. انتوا عايزه اجابه. ختم احمر اهو. فين الختمه الاحمر؟ هو ده ختم اللحمه. يعني دي لحمه بلدي. بلدي هو جاي من المذبح. طالعه من المذبح. ايوه. ده ختم احمر. بصوا يا جماعه. ختم احمر. ختم احمر. ده كله كده ختم احمر. والفرق ده ايه ختم احمر ايه؟ اهو بص اهو ختم مش باين في الزين ده هو باين عايز كيلو مفروم والنبي. ايوه اهو يا جماعه. عادي واقف يا باشا وخش. تمام. اهو الدنيا ختم احمر وجاي من ده الضاني يا جماعه اهو. تمام كده اهو. بصوا شكل اللحمه كمان. شكل اللحمه انا الاضاءه. بصوا يا جماعه حاول اجيب لكم الاضاءه. بصوا ما شاء الله شكل اللحمه والله العظيم جميله جدا. ما احنا شايفين يا جماعه الناس بدات تيجي كده. انا نزلت كده قبل العصر وما شاء الله شايفين الناس اهو. الناس بدات تيجي والحاجه موجوده ما شاء الله. كل حاجه موجوده هنا. انا بقول لك والرز نضيف هجيب لك 2 رز و2 زيت. 2 سكر و2 مكرونه. انت ايه رايك في اسعار السلع؟ ايه رايك لا فيها؟ حلوه طبعا. حلوه. بقول لك لو سمحت زي ما احنا سامعين كده يا جماعه ما شاء الله الناس جايه عشان كمان السلع. انه في ناس كمان على فكره بتاخد يعني ممكن تاخد 2 زيت 2 سكر 2 رز زي ما انت عايزه و2 مكرونه. ممكن تديك 4 مكرونه ما شاء الله جميله. الناس بقى اللي كانت بتقول لازم مش عارفه تاخدي كيس طحينه ايه او اي ايه، مفيش الكلام ده يا جماعه. الرز رز اهو. الرز ما شاء الله شكله نضيف اهو. الرزايه اهي ما شاء الله شكلها نضيف اهي. والسكر اهو ابيض وجميل عشان لسه اروح اخد لحمه وامشي. ابيض وجميل اهو. انا ما قلتش حاجه والله. زيت ابيض ما شاء الله تبع تحيا مصر اهو. تمام كده اهو يا جماعه. هتاخدي 2 زيت يبقى هتاخدي 2 مثلا زيت 2 سكر 2 رز 2 مكرونه. خدتي مثلا 4 حاجات هتاخدي من كل حاجه 4 حاجات اللي انت عايزاها. مفيش حاجه بتاخديها اجباري على فكره خالص. اهو المكرونه اهي اهو ما شاء الله. 4 سكر. تاخدي العدد اللي انت عايزاه اهو. الرز اهو ما شاء الله. بصوا الرزايه اهي. فتحت الرزايه ما شاء الله جميله وبلدي. ب 20 جنيه يا جماعه. 5 شوف لي 5 يا جماعه خدنا الحاجه اهي ما شاء الله. لو عايزه اي كميه بتاخدوها اهو. زيت اهو سكر رز مكرونه اي كميه انت عايزاها بتاخديها. تمام. هو بيع السلع دي من الساعه كام للساعه كام؟ بيع السلع السلع يا جماعه البيع بيبتدي مش بيبتدي الصبح. بيبتدي من الساعه 2 الظهر لحد الساعه 9 بالليل بس. بعد كده مفيش سلع. بيبقى تاني يوم من 2 ل 9 السلع يا جماعه اهو. تمام كده تمام. اما بالنسبه للحمه فاللحمه عادي خالص تاخديها اي وقت. تمام كده. والسلع موجوده ما بناخدش حاجه زياده ملهاش لازمه. بتاخدي الكميه اللي انت عايزاها سكر مكرونه رز زيت. الكميه اللي انت عايزاها بتاخديها. مفيش حاجه بتاخديها اجباري عليكي انت مش عايزاها. تمام كده تمام كده. احنا فين يا جماعه؟ احنا في اخر فيصل اهو. دي بصوا كل دي مواصلات جايه من جميع الاماكن يا جماعه. اهوت عندي مطعم جحا قدامه على طول هلاقي وطنيه. تمام كده جايه من جيزه جايه من اي مكان جايه من الهرم هتقولوا له نزلني الموقف بتاع فيصل. تمام كده. اي سؤال اكتبي لي في الكومنتات وانا هرد عليكي على طول.
بتمنى اكون فدتك في الفيديو ده وجاوبت على كل الاسئله، وبتمنى ان انت تكوني وصلتي معايا لحد هنا واستفدتي كده من الفيديو. اي سؤال اكتبي لي في الكومنتات وانا هرد عليك على طول. لايك وشير وسبسكرايب، ولو عايزه اي فيديو من اكتبي لي في الكومنتات وانا هروح اصور لك على طول. اسيبكم في رعايه الله الذي لا يغيب ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.